بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالسادة المتابعين للصفحة. النهاردة ان شاء الله استكمالا لباقي الحلقات اللي قلنا هنتكلم فيها عن موضوع تأخر الحمل اللي ابتدينا بيه، ولقيت اسئلة كتير عن الصفحة بتطلب الكلام عن الدورة الشهرية وانتظامها وما يتعلق بها. في 5 دقايق في عجالة سريعة هنقول المعلومات اللي تلزم اي سيدة انها تعرفها عن الدورة الشهرية. الدورة الشهرية دي عبارة عن تغيرات بتحصل في الجهاز التناسلي للمرأة كله، عبارة عن في المهبل وفي الرحم وفي المبايض، وتكون اسمها دورة يعني بميعاد منتظم، وتكون بطبيعة منتظمة. يعني كل سيدة بتعرف الدورة بتاعتها من حيث الشكل واللون والوقت والكمية، بتبقى عارفة دي دورة ولا مش دورة. الدورة دي بتتكرر من كل يوم من 21 يوم ل 35 يوم في المتوسط، في اغلب السيدات كل 28 ل 30 يوم، وان كمان في سيدات يبقى 21 وسيدة 35 يوم. المتوسط الفترة بتاعتها اللي هي الدورة اللي بتنزل فيها الحيض بيبقى من 2 ل7 ايام. السيدة البنت اول ما يجيلها الحيض بتبقى اول 2 تقريبا بيبقى الحيض غير منتظم، بعد كده بيبقى منتظم بقية عمرها لحد فترة انقطاع الدورة او سن اليأس ما يقال عليه. تبتدي الدورة برضو تلخبط شوية وبعد كده لحد ما تقطع خالص. اشهر سبب لانقطاع الدورة لسيدة متزوجة هو الحمل. يبقى لما الست الدورة تخلفها او ما تنزلش وهي متزوجة لازم نعمل اختبار حمل نطمن هل في حمل ولا مفيش حمل. تاني اشهر الاسباب هو تكيس المبايض، وهو الرعب اللي بيسيطر على كثير من السيدات والبنات، وللأسف شيء منتشر جدا دلوقتي، يكاد يصل 75% من سيدات مصر والعالم العربي. طبعا كل ما الوزن او السمنة تزيد كل ما هو يزيد وتأثيره بيبقى اكتر، وده من اشهر الاسباب حاليا اللي تؤدي الى لخبطة او اختلاف الدورة. اشهر سبب له او اكبر سبب له هي زيادة الوزن، ان اغلب السيدات تخان. السبب الثاني ممكن واحدة رفيعة جيلها تكيس المبيض، ممكن لو هي ليزي يعني كسولة. السيدات الكسولات اللي ما بيتحركوش دول اكثر عرضة لتكيس المبيض. لخبطة التبويض كلها بتبان بمتابعة التبويض بحاجات بسيطة جدا، يا اما متابعة تبويض يا اما تحاليل هرمونات الدكتور بيطلبها او بيعملها، والكلام ده كله بيبقى كلام سهل وبسيط ومش مؤلم، ما فيهوش اي حاجة خالص. بنقدر نعمل متابعة ونعرف هل المبيض شغال بدورته الطبيعية ولا لا. عشان تنزل دورة لازم المبيض يشتغل ولازم الرحم يشتغل، الاتنين يعني بينسقوا عمل بعض، الاتنين لازم يشتغلوا مع بعض. لو المبيض اشتغل والرحم مش مستجيب له مش هتنزل دورة، والعكس صحيح، لو الرحم مستعد والمبيض ما اشتغلش مش هتنزل دورة. حالات كتير من حالات التكيس يا اما ما تنزلهاش دورة خالص، يا اما الدورة تنزل بنزيف شديد او دم استحاضة طول الشهر وهي ما تبقاش ست مش عارفة ايه دي دورة ولا مش دورة. نصيحتي لجميع السيدات لازم الحركة كتير، تغيير اللايف ستايل بتاعنا كلنا، لازم نتحرك ونمشي ونبذل مجهود. لازم كل ست تعرق كل يوم، يعني لازم تعملي مجهود تعرقي فيه، تعرفي كده انك ابتديتي تشغلي المبيض بتاعك. ولازم نبعد عن حاجات اللي فيها الجانك فود زي الدليفري والحاجات اللي فيها دي الابيض زي البيتزا والعيش الفينو والحاجات دي، لان كل دي طبعا بتأثر على المبيض. ولازم نشرب ميه كتير، شرب الميه كتير طبعا مهم جدا جدا لحيوية المبيض. تكيس المبيض علاجه سهل لكنه بياخد وقت، يعني مفيش سيدة بقى عندها تكيس المبيض او لخبطه في تبويض تقول انا اروح لدكتور مره او 2 ونلاقي الدنيا ظبطت وارجع تاني زي الساعه. لا، ده ما بيحصلش. ان هي مشكله عشان تتكون بتاخد سنين، من اول البنت وهي عندها 14 15 سنه لحد 27 25 سنه لما تيجي تتجوز وتقول عندي تكيس. فانت بقالك بالظبط 10 12 سنه بتفسدي في المبيض بتاعك وتفسدي في الآلية اللي ربنا خلقها بيه. عشان كده تصليحه بيحصل لكن ما بياخدش وقت سريع، بيبقى مش اقل من 3 شهور تقريبا او 4 شهور على ما يبتدي التحسن يبان والست تلاحظ التحسن. علاج التكيس قلنا اول حاجه تعديل نظام الحياه. النقطه الثانيه منشطات التبويض، واشهرها اللي الستات كلها عارفاها الكلوميد، ولكن الكلوميد ما ينفعش السيده تاخده من دماغها لانه هو ممكن يأذيها اكتر ما يفيدها.
لازم دكتور متخصص يكتبه لها، ولازم يتابع التبويض، ما ينفعش تاخده عمياني. ما ينفعش حد يقول لمريضه او لسيده خدي الحبوب دي 3 شهور او 4 شهور وبتعالي بعدين، ده ما ينفعش طبعا. النقطه اللي بعد كده هي علاج التكيس بالمنظار. ده عباره عن كي للمبيض بالمنظار، بيقلل هرمون الذكوره اللي بيبقى مصاحب لاغلب الحالات دي، والحالات دي كلها بيبقى معاها ملحوظه مهمه جدا، بيبقى معاها نمو الشعر بيبقى زايد شويه، يبقى معاها حبوب بتطلع في الوش بتبقى ملحوظه. والسيده بتلاحظها ان الفتره دي في تغير في جسمي او في تغير في نمو الشعر او معدل نمو الشعر او سقوط شعر الراس، بتبقى ملاحظاها. دي احد اعراض برضو انتشار التكيس في وسط السيدات. نرجع لموضوع الجراحه تاني، ان الجراحه من احد اسباب علاجه، لكن هو ليس علاج دائم. يعني النتيجه بتاعتها بتقعد من 5 شهور ل 8 شهور تقريبا. لو ما حصلش حمل او المشكله الست ما صلحتش اللايف ستايل بتاعها، بنرجع تاني لنقطه الصفر تاني. فهو ليس علاج دائم، هو علاج مؤقت. ميزه المنظار في الحاله دي ان هو مش علاج التكيس بس، ان هو الاطمئنان على الانابيب، ان الانابيب سالكه ونستبعد وجود التصاقات، او لو في التصاقات نشيلها. فهو له كذا ميزه في الحته دي، لكن مش اساسا علاج التكيس. وده بنخليه النقطه الثانيه او الثالثه. تاني حاجه بعد العلاج بالكلوميد او ماده اسمها الليتروزول طبعا ثبت ان هو حاليا هو الافضل. بعد الكلوميد بعده تنشيط التبويض، يا اما بالمنشطات اللي هي الحقن، يا اما بالمنظار، والاثنين بيتساووا مع بعض حسب الابحاث العلميه الحاليه. الاثنين بيتساووا في النتيجه، ولكن السيفتي بتاعت او الامان بتاع المنشطات يعتبر اكتر شويه واسهل شويه من المنظار لو السيده ماديا تقدر تتحمله. في نهايه بننصح كل السيدات ان هم لازم طبعا يتابعوا الدوره بتاعتهم من وهي بنت. ما ينفعش بنت الدوره بتجيلها كل سنه وتيجي بعد ما تتجوز والدوره تخلفها وتقعد تعمل اختبارات حمل وتطلع سالب ونرجع بعد كده نكشف. لا، لو في بنت انسه قبل الجواز لازم تكشف وتطمن على الموضوع ده وتظبطه الاول قبل الزواج. السيدات المتزوجات لازم ما تسيبش الدوره تخلف معاها. ما ينفعش ست تسيب دورتها كل 2-3 تنزل، لازم تتابعها وتطمن سواء حصل حمل او ما حصلش حمل. انتظام الدوره ده ليك انت، ملوش دعوه، مش مرتبط بالحمل سواء يحصل او ما يحصلش. تعديل نظام الحياه، المشي كتير، الحركه كتير، الكربوهيدرات نخفها ونمشي ونتحرك ونشرب ميه كتير. وفي نهايه الفيديو بتاعنا النهارده نتمنى لكم حياه سعيده.